كل سورة في القرآن لها فضائل ولها آثار، وما من شيء في القرآن وما من حاجات الإنسان بالأحرى أن نقول إلا وقد ذكرت في القرآن الكريم. يعني الآن بعض الناس يدورون على رزق، يردون رزق، يعني لو رزقه قليل يريد يكثر الرزق ماله. وين العلاج؟ في القرآن الكريم. ولهذا يقرأ، يقول الإمام الصادق عليه السلام إذا خرج من بيته يقرأ 7 مرات سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. جدا مفيدة للرزق إخواني، عجيبة هذه. أكو بعض الناس لا، عنده مشاكل في البيت جدا كثيرة، مشاكل في البيت مع أبوه مع أخوه مع زوجته مع ابنه مع كذا. إيش يقرأ سورة النور، يقرأها مرة في البيت في كل يوم. أكو بنت أو ولد يريد يتزوج لكن سبحان الله ما يصير له قسمة، شنقلها احنا زين، يتأخر يعني. لو البنت ما متزوجة أو الولد ما متزوج كل يوم يقرأ مرة سورة مريم، سورة مريم. أكو ناس عقم ما عنده ذرية، متزوج 10 سنين و15 سنة و20 سنة ما عنده أطفال أولاد، يقرأ سورة الفجر. أكو واحد ذاكرته تعبانة صفر، يسمع منا يخر منا كله ماكو شيء زين. لتقوية الذاكرة يقرأ سورة الحشر. اسمعني هذا الحكي في لك، يقرأ سورة الحشر مولانا. أكو واحد أمي ما يعرف يقرأ القرآن، يريد يختم القرآن. لختم القرآن يقرأ 3 مرات قل هو الله أحد. أكو واحد يخاف من السراق، حرامية، خاف بيته ينباق، خاف ينام ينباق بيته، قبل المنام يقرأ آية الكرسي. أكو واحد يخاف ينام في صحراء تلدغه حية أو عقرب أو كلب أجلكم الله ينهشة أو كذا، يخاف يعني من حيوان مفترس، قبل المنام يقرأ سورة الرحمن. أكو واحد يخاف من الزلزلة، في مكان يعيش كله زلازل، خاف سقفته على راسه زلزلة كتلة، يقرأ سورة الزلزال قبل المنام قبل النوم. اكو واحد، هواي كثيرة طبعا كلش كثيرة مولانا، انا ما ابي كلها اجيبها مولاي. كل سورة من السور لها آثار ولها فضائل. من جملة الفضائل والآثار سورة التكاثر. سورة التكاثر لها آثار عجيبة إخواني ولها فضائل عجيبة. أنا أعطيك وحدة بس خاطر لا تأخذ وقتنا هواي. نعم، كل الناس ماكو واحد يقول أنا ما أخاف من الموت، كلها تخاف من الموت أو كلها تخاف من القبر. القبر صدق صعب مولانا، أنت مو تسمعها من ملا أو من خطيب أو من شيخ أو تقرأ في كتاب، لا لا لا، القبر صعب صدق صعب يعني مولاي العزيز، جدا جدا صعب. ولهذا الله يطيل في عمرك، أنا جربت ذلك. أنا نمت في قبر واحد، نمت بقبر هيك، نمت قبل لا يجيبون الجنازة. واحد مات صلينا عليه هناك، عندنا سيرة هناك، ما أدري أنتم عندكم سيرة ما عندكم سيرة؟ عندهم سيرة، يودون الميت إلى بيته، يزورون بيته وكذا ويطلعونه بعدين. فلما يودونه إلى بيته ويطلعونه طول فتنا الساعة 1:45، فأنا قلت لهم خذوني للمقبرة خاطر من يجيبون اللقنة ونطلع. فشفت القبر جاهز، قلت لهم هذا القبر هذا كذا، سووا له هيك سووا له هيك. اكو بعض المستحبات سويناهن له، اللحد كذا طولناه عرضناه كذا، سوينا رتبنا. فقلت لهم شباب يعني فوق ال7 8 وياي هواي اكثر والله. قلت لهم انام بالقبر. قالوا مولانا ما يصير. قلت لهم ليش ما يصير؟ يصير انام بالقبر. نزعت اتذكر العبايه ونزعت الجبه وخلوا لي بطانيه جوا، خاف توسخ، مدلل بعد زين، وما يدرون باكر يفركون خدي بالتراب. لا لا صدق يعني هسه مدلل، بس باكر يخلون خشم على التراب، هذا هيك شوفوا يفركون خدي على التراب. الغني والفقير والصغير والكبير والمرأة والرجل والشايل خشمه والمتكبر والمتواضع والعالم كلها يجي يوم هذا الخد هيك ويفركون على التراب، مو لا زين. هسه مدللين احنا، انا اقول لك مو انتم، انا مدلل. خلوا لي بطانيه ونزلت، وحق الحسين وحق هذا المنبر، والله شاهد علي أنه أنا لما نمت في القبر نمت 30 ثانية تقريبا، حتى دقيقة ما صار، هيك نمت والقبر مفتوح وناس فوقي، بس القبر كان ضيق جدا، ضيق كان علي يعني كتافي لكن هاي الدنيا بما رحبت، شوش كبرها طلعت من عيني، صارت صغيرة بعيني والله العظيم سبحان الله. وأنا عدل ما ميت، طلعت بسرعة طلعت سبحان الله. فمولانا صعب القبر، مو سهل القبر صعب. الإنسان الآن مرتاح زين، يمشي وين ما يحب، يمد رجله كذا، يلم رجله يمدها، يتحرك كذا. لا،
يوضع في مكان ضيق موحش مظلم، يعني ما حد له، فوق تراب تحت تراب، على الجانبين تراب، فوقك ليل نهار، ما حد، حتى امك راح تتركك، اولادك راح يتركونك، بس الله هو ارحم الراحمين. زين، اكو اشياء تهون على الانسان وحشة القبر، ضيق القبر. اكو بعض الامور تهون على الانسان وحشة القبر، ضيق القبر، ظلمة القبر. زين، الليلة الاولى من القبر، كثيرة هذه الامور، من جملتها مثلا صلاة الوحشة، من جملتها هواي امور انا ذاكرهم في بعض المحاضرات ما احب اعيد. يعني من جملة ما يفيد الانسان في الليلة الاولى من القبر، الامام الصادق عليه السلام يقول من قرأ سورة التكاثر قبل المنام، سهلة هي، صغير ولا الكبرى. زين، من قرأ سورة التكاثر قبل المنام آمنه الله يعطي الأمان، آمنه الله من وحشة القبر ومن ظلمة القبر ومن أهوال يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة التكاثر تقرأها قبل المنام مرة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، سهلة، ما حافظها اقرأ من القرآن قبل المنام، هذه تفيدك في ليلة الأولى من القبر. زين، خلص.